مرحبا بكم بمطبخ منال الحلبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم أخواتي؟ يعطيكم العافية. رجعت لكم اليوم فيديو جديد، بتمنى ينال إعجابكم. بعرف حالي إني مقصرة شوي، طولت عليكم ما تأخذونا، وهلا رجعت لكم إن شاء الله. حبيت أغير شوي، هلا رح نتعلم سوا. أنا عاملة سلطة وحابة أزينها. طبعا التزيين حسب رغبتكم. طبعا أنا عندي بندورة وجزر وخيار. هلا انا رح ابلش معاكم. اول شي عندي هلا انا هون مخلصه هون صحن السلطه، وبس بدي ازينه. حبيت اشارككم معي التزيين هذا. عندنا هلا طبعا هالبندوره، حبه كبيره حبه صغيره ما بيأثر ابدا. طبعا رح نبلش فيها من هالشكل هذا، رح نقشرها. طبعا اهم شي عندك السكينه تكون شاطره، ما تجرحي حالك. سكينه اذا كانت شاطره بتسهل عليكي الشغل. بالشكل هذا شوفي اختي، بنحاول ناخد القشرة البرانية، يعني بنحاول ما ندخل كتير بالبندورة بالشكل هذا، مشان البندورة تضل على حالها بالشكل هذا. هلا هيك، هلا نحن هيك. هلا بتجيب البندورة بهالشكل هذا اختي. هلا بنجيب هيك، نبلش نفتل نبرم هالشكل. بس بتمنى منكم اخواتي تحطوا لي لايك وشير وتشتركوا بالقناة وتفعلوا لي جرس التنبيهات مشان اوصلكم فيديوهاتي اخواتي. شوفوا اخواتي شكل هالوردة، شكل كتير حلو. هلا هيك نحن رح نحطها بهالشكل هاد بنص الصحن. شوفوا اخواتي شكلها كتير حلو. وهلا كمان رح نرجع نعمل البندورة الثانية. اخواتي هاي الثانية بهالشكل، رح نحطهم بهالشكل هاد. شوفي اختي بهالشكل هذا وردة كتير رائعة. بناخد هاي الخيارة عنا، بنحط بالزاوية هون، ما بنقطع هاي، بناخد من هون هيك بهالشكل تحت الزاوية بشوي بالشكل مائل، وبهالشكل هاد وبهالشكل هذا بناخدها اختي بهالشكل هيك، وبنجيبها بهالشكل نقلبها ومن النص نقطعها هالقطعة هاي. ماشي اختي؟ طبعا هي صارت معانا بهالشكل، بتجيبيها هيك تبرميها وهيك. شوفي اختي صارت معانا قلب. شوفي كيف شكل قلب. طبعا فيك تزيني الصحن كلياته بهالشكل هذا. وعنا هون عنا كمان البراية كبيرة للخضرة. البراي هون طبعا الجزرة مثل ما قلت لكم عنا بهالشكل هذا اختي. هلا حطيناها ورح نبريها مثل القلم بري. تناخد نضل متواصلة، رح نضل شادين عليها تضل متواصلة. حنعملها نفس شكل البندورة كمان، رح نلفها لف رح تصير شكل وردة اخذ اللون البرتقاني. هلا رح ناخذها بهالشكل ها. هلا رح نبرمها هيك ونبلش معاها، بعدين نفتل سوا. شوفوا كيفية الفتل. اول شي اخذت منظر كتير حلو، كل ما كبرتيها ولفيتيها بتطلع وردة اكبر وبتطلع وردة احلى. هيك هلا رح نحطها هيك هالشكل. طبعا هلا رح نعمل كمان شكل كتير حلو. ماشي اختي؟ طبعا عنا اول شي عنا الخيارة بهالشكل هذا. طبعا هون نحن قطعنا هاي. هلا رح ناخد هيك بهالشكل، رح نعملها رح نقصها بهالشكل هاد. ماشي اختي؟ وهلا رح نجيب الخيارة رح نعمل بهالشكل هيك السكينة، رح ناخد هالزي لهالزي. ماشي اختي؟ بهالشكل رح نقطع اول واحد، رح نرجع من تحت ناخد من الزي للزي. شوفي اختي طلعت معانا مثل تم السمكة. رح نحطه بهالشكل هذا.
مثل تم السمكة. هلا رح نعمل كل الخيارة هيك. طبعا كتير سهلة، كتير سهلة أختي بهالشكل هذا. شوفي كيف ما أحلاه. طبعا عندي هيك، أنا عندي ليمونة كمان ما قلت لكم الأول. قلت الليمونة لونها حلو مع الوردات كتير بيطلع حلو. هلا عنا هيك الليمونة رح نجيبها نفس الطريقة، كمان رح نقشرها بهالشكل هاد نفس طريقة تقشير البندورة. طبعا الجزر لأنه بيجي قاسي لإله البشارة هاي، فيكي تعمليه على بشارة البطاطا بصير طبعا بهالشكل هاد. كمان الليمونة صفرة بتعطي كتير منظر حلو، حتى يعني أي شي من القشور بيعطيكي مناظر كتير رائعة. تفنني لعائلتك أختي، وإن شاء الله رح تدعيلي بإذن الله. هاي هون كمان سوينا وردة بهالشكل. شوفي أختي. إذا عجبكم الفيديو إن شاء الله ما تنسونا من اللايك، وإن شاء الله أنا رح أكفي معاكم بهالطريقة هاي إن شاء الله. كل كم فيديو إن شاء الله رح أعمل لكم تزيين وينال إعجابكم. بتمنى منكم تدعولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.